يا مساء الفل ومساء الجمال والسعادة. أنا مش هطول عليكم في الفيديو ده، بس الفيديو ده ينسب للأستاذة بسمة السنان، لأن هي مشكورا دايما انتوا عارفين علامة التاير بريشر. أغلب الناس بتفتكر إن الفردة أو الكاوتش محتاج يتزود هواء، فعشان كده اللمبة منورة، أو في مشكلة في الكاوتش إن دخل فيها مسمار أو محتاجة يتكشف عليها. في حاجة تانية بقى هي اتوضحت ليها في جروب الملاك لل 3008، ان ممكن يكون المشكلة من البلف اللي راكب في الكاوتش. فانا يعني جربت الموضوع، طلع اللي فعلا الموضوع من البلف اللي راكب في الكاوتش بتاع العربية. دي علامة ضغط الاطارات زي ما انتم شايفين كده اهو، والعلامة دي دايما موجودة في كل العربيات نفس الشكل، ما بتتغيرش. التاير بريشر مونيتور ودي ما بتتغيرش، هي نفس الشكل. بس هو الزياده بس هنا في العربيه البي ام ان الكاوتش من بيحدد لك انهي مش يعني انهي اتجاه او انهي فرده اللي فيها مشكله. هي هنا الفرده اللي ورا يمين هي اللي فيها المشكله. كلام جميل، ودي هتتعمل النهارده ان شاء الله. بيطلع لك على الاي درايف يقول لك ان التاير بريشر بتاعك فيه خلل في الكاوتش، ومحتاج ان انت تروح للكاوتش، حد بتاع الكاوتش يظبطه. فشكرا جدا بسمة هانم السنان. والعلامة اهي زي ما هوريها لحضراتكم كده ونركز في شكلها، دي علامة ضغط الإطارات. وهو هنا بيقول لي تاير بريشر لو، اللي هو منخفض جدا جدا جدا. فأنا ما بحبش دايما أطول عليكم، بحب أعمل لكم الفيديو فيه خلاصة كده. وشكرا للمرة الثانية للمهندسة بسمة هانم السنان. تحياتي ليكم جميعا.